السلام عليكم شباب. خبر عاجل ومؤسف بقضاء الله وقدره. توفي لاعب نادي ليفربول الانجليزي بحادث مروري. يا جماعه الخبر ده حقيقي، ما تزييف ولا اعلام ولا اشاعه. جوتا اللي حقق البطوله الامم الاوروبيه قبل شهر مع البرتغال، وحقق الدوري الانجليزي قبل شهرين مع ليفربول، وهو نفسه اللي اعلن زواجه مع عائلته قبل 5 يوم، توفي بحادث مروري شنيع في مقاطعة زامورا في إسبانيا. المؤسف في الموضوع إنه اللاعب توفى ومعه أخوه الأصغر منه وبرضه لاعب كورة. ملخص الخبر ده إنه فعلا مفجع 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 لدرجة بعيدة. كثير مننا يتعاملوا مع الخبر، يعني ما أقول لك سخرية، لكن في نوع بتنبأ. بشوف إنه لو أنت مثلا نشرت صورة اللاعب يشوفك أنت هل بتترحم عليه، هل يستاهل يترحموا عليه، او هل يجوز يدعو عليه ولا كده. فدي يا جماعه ممكن تاخذ منحنى تاني. انت ليه ما ترجع لربنا؟ ليه ما تتاكد ان الموت ده بيجيك في اي لحظه؟ لا بيعرف عمرك، لا بيعرف منصبك، لا بيعرف شهرتك، لا بيعرف اولادك، لا بيعرف مالك، لا بيعرف بغته اللحظه الكاتبه لك ربنا. فارجوكم يا جماعه الخير، ارجوكم اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في العبادات، اجتهدوا في اخلاصكم لربنا. يعني حادثه دي بالرغم انها عن لاعب انجليزي او غير مسلم، لكن مفترض كلنا كده جميعا يعني تذكرك الموت. انت ما دايما الحياه دي، ما دايما سيبك من انه المات ده مسلم ولا كافر. ده في كامل انجازاته ما خلى حاجه ما حققها، ولسه قدامه مستوى كروي بعيد. يعني احتمال يمكن يكون قدامه 6 سنة في مشواره الكروي. فالموت ما بيعرف لك، ما بيعرف لك انك لاعب كوره، ولا بيعرف انه قدامك مستوى حتلعب لسه وشهرتك ما شاء الله والكلام ده كله. لا، الناس تتوب يا جماعه وترجع لربها وترجع لصلاتها وترجع لاذكارها وترجع لعباداتها. ما معروف الانسان يموت بتين، ولا معروف انه اجلك مكتوب بتين. الواحد مهما يتقدم في الحياه دي المهنيه ما تنسى ربك. ما تقول انا مشيت بقيت مساعد، بقيت وزير، بقيت رئيس، بقيت فنان، بقيت ايا كان مستوى شهرتك، ارجع لربنا، ارجع لربنا. مهما بلغت من العلي ومن المكانة في الدنيا، هنا في الدنيا الموت سوف يأتيك. وجوتا خير مثال. جوتا يا جماعة لما يتوفى لا كان عنده مرض ولا كان بيشكي من آلام، بالعكس في كامل صحته، في كامل قواه العقلية. لكن شايفين كيف الموت ما بيعرف انت منه. رجاء قووا عباداتكم وما تنسوا صلاتكم، والسلام عليكم.